هم الأهلي يميل للاعتماد على عماد النحاس بشكل مؤقت الفترة القادمة؟ نعم، الأهلي يميل للاعتماد على عماد النحاس بشكل مؤقت الفترة القادمة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي كبير، وذلك في ظل التحفظ الكبير على كل الأسماء المحلية وفي مقدمتها حسام البدري المدير الفني الأسبق للفريق. هل صحيح أن تشافي مرشح لتدريب الأهلي؟ وكيل أعمال تشافي نجم ومدرب برشلونة السابق ينفي كل ما يثار حول ترحاب موكله بتدريب النادي الأهلي أو حدوث تواصل معهم، ومصدر بالأهلي يؤكد أن اسم المدرب طرح من قبل أحد وكلاء اللاعبين، لكن لم يتم مناقشة اسمه إطلاقا على طاولة لجنة التخطيط. ما القرار الذي استقر عليه الأهلي تجاه اللاعبين بعد النتائج المخيبة؟ الأهلي استقر على خصم 10% من رواتب لاعبيه بسبب النتائج المخيبة للأمال في أول 4 مباريات بالدوري. ما قيمة العقوبات المالية على النجوم الكبار مثل تريزيجيه وزيزو وبن شرقي والشناوي؟ تقارير صحفية تؤكد أن خصم 10% يعني أن عقوبات تريزيجيه وزيزو وبن شرقي والشناوي ستتخطى 1,500,000 جنيه مصري نظرا لرواتبهم الضخمة مقارنة ببقية عناصر الفريق. هل منح الأهلي لاعبيه راحة بعد المباريات الأخيرة؟ الأهلي يمنح لاعبيه راحة 4 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات في 6 من مساء الخميس القادم للاستعداد لمباراة إنبي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري. هل يحق لريبيرو الحصول على شرط الجزائي بعد رحيله؟ اللجنة القانونية بالنادي الأهلي تؤكد أحقية ريبيرو في الحصول على 45,000 دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده بعد توجيه الشكر له. كيف كان رد فعل جماهير أورلاندو الجنوب إفريقي بعد إقالة ريبيرو من الأهلي؟ حالة شماتة كبيرة من جماهير أورلاندو الجنوب أفريقي في ريبيرو بعد إقالته من تدريب الأهلي بعد 7 مباريات فقط، وذلك بعدما أصر على الرحيل من فريقهم الموسم الماضي. هل ما زال الخطيب يثق في محمد يوسف المدير الرياضي؟ الكابتن محمود الخطيب يجدد الثقة في محمد يوسف المدير الرياضي ويرفض فكرة رحيله عن منصبه. ماذا قال أحمد سيد زيزو بعد مباراة بيراميدز؟ أحمد سيد زيزو يعتذر بشكل رسمي لجماهير الأهلي عما حدث أمام بيراميدز، ويؤكد من الجميع شعر بالذنب والتقصير من النتائج الأخيرة وأنها لم تكن على قدر طموحاتهم ولا تليق بمكانة النادي. كيف وصف زيزو المرحلة القادمة مع الأهلي؟ زيزو أكد أن ما حدث ترك في نفسية اللاعبين جرح عميق كما ترك في نفوس الجماهير غضب كبير، لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من تعثرات بل بقدرتها على النهوض سريعا، والأهلي لا يعرف الاستسلام، وهو شخصيا يعد بألا يتكرر هذا التقصير مجددا، وأن تكون المرحلة القادمة رد عملي لإعادة الأهلي للمكان الطبيعي في الصدارة والمنافسة بكل قوة على كل البطولات. ماذا قال محمد عادل عليز قناة الأهلي السابق عن اعتذار زيزو؟ محمد العدل يؤكد انتظار اعتذار جماعي من كل لاعبي الأهلي للجماهير عما حدث وعدم الاكتفاء باعتذار زيزو نيابة عنهم. كيف كانت رسالة أمام عاشور بعد بيان زيزو؟ أمام عاشور في رسالة وصفها البعض بالغمضة والبعض الآخر بالمثيرة، وقد يعاتب عليها محمد يوسف بشدة، خصوصا أنها جاءت بعد رسالة اعتذار زيزو للجماهير مباشرة، وهو ما سمح للإعلام المنافس باستغلاله وتصدير صورة غير حقيقية عن وجود مشكلة بينه وبين زيزو، حيث قال: لما تبقى وحش قول انت وحش، لكن لما تبقى كويس سيب الناس هي اللي تقول ده كويس، لكن ما تقولش رأيك في نفسك. مين اللاعب اللي بيواصل التألق في الدوري؟ عمر الساعي بيواصل التألق مع المصري البورسعيدي ويصل للهدف الثالث في المسابقة ويصبح ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في البطولة بعد دغموم الذي سجل 4 أهداف وصنع هدف آخر، وزيزو الذي سجل ثنائية وصنع ثنائية أخرى. كيف كانت نتائج مودرن سبورت في الدوري؟ نادي مودرن سبورت يواصل نتائجه المميزة في بطولة الدوري ويحقق فوز جديد على حرس الحدود بهدف نظيف ليصلوا للنقطة 10 من 5 مباريات والتواجد في المربع الذهبي. كيف كان تقييم الأهلي لرمضان بيكم ومصطفى العش؟ حالة من عدم الرضا تسيطر على مسؤولي النادي الأهلي من المستوى السيء جدا الذي ظهر عليه رمضان بيكم ومصطفى العش بعد مشاركة الثنائي في المباريات الأخيرة. ما موقف الأهلي من أشرف داري؟ الأهلي يستقر على تسويق أشرف داري مدافع الفريق بسبب كثرة إصاباته والتعاقد مع لاعب أجنبي مفيد في يناير القادم، مع اتجاه كبير لعرض على اللاعب تسوية مستحقاته مقابل الرحيل مثل ما حدث الصيف الماضي. كيف دافع أسامة عرابي عن تريزيجيه؟ أسامة عرابي يدافع عن تريزيجيه ويؤكد أن السبب الرئيسي في ظهور اللاعب بمستوى متواضع هو المدرب الإسباني ريبيرو الذي يوظف اللاعبين بشكل خاطئ، ولو كان اعتمد على اللاعب في مركزه الأساسي لكان ظهر بمستوى أفضل من ذلك بلا شك.